السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش باللحمة المفرومة من الصواني اللي لازم نعملها على سفرة رمضان أو في العزومات، بتطلع معانا حلوة جدا. النهاردة أعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة من غير إضافة البيض. هتطلع معانا أخدة لون حلو جدا وطبقة كريسبي وفي نفس الوقت طرية، مع شوية كده إضافات بسيطة. هتاخدوا أحلى صينية جلاش هتعتمدوها على طول في وصفاتكم. بس لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير، ولو انتوا بتشوفونا لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد لو حابين. اول حاجه هنجهزها مع بعض وهو العصاج. هجهز عندي طاسه نسخنها كويس جدا، اضيف فيها معلقه كبيره من السمنه او ممكن زبده على زيت. هحط فيها فصين 3 من المستكه لحد لما تسيح مع السمنه. هضيف عندي اللحمه المفرومه، استخدمت نص كيلو او ممكن ربع كيلو على حسب الكميه اللي انتوا عاوزينها في صينيه الجلاش. انا بحب اشوح اللحمه المفرومه الاول، بتدينا كده طعم حلو في الاول. بضيف عندي شويه توابل، عندي ملح وفلفل اسود وزعتر وحبهان بودر وسبع بهارات. ميكس التوابل ده بيدينا طعم حلو جدا للعصاج. اللحمه المفرومه مش بنقلبها على طول، بنسيبها كده لحد لما بتتشمع من تحت الاول، وبعد كده نبدا نقلبها لحد لما بتبدا تغير لونها معانا بالطريقه دي. بضيف لها على طول بصلايه كبيره كده مفرومه ناعم، سواء بصل ابيض او بصل احمر، الاتنين هيدوا نفس النتيجه. نشوح في العصاج لحد لما البصل يبدا يدبل معانا ويخش في التسويه شويه. بعد كده بضيف لها عندي حوالي كده فص توم كبير، بيفرق جدا في طعمها. ونديها تقليبة سريعة لحد لما ريحة التوم تبدأ تطلع معانا، واللحمة المفرومة تدخل في التسوية، ما بيكونش فيها أي سوائل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده العصاج بقى جاهز عندنا. تعالوا نشوف بقى باقي الخطوات اللي هنعملها ايه مع بعض. جهزت عندي كده لفة الجلاش، بكون حطاها كده في فوطة نظيفة عشان تفضل طرية وما تنشفش وتتكسر مننا. انا دايما في صينية الجلاش بستخدم كده كل ورقتين مع بعض، بحيث ما تبقاش فيها دسامة كتير والسمنة ما تبقاش كتيرة فيها في التوريق. كل ورقتين باخدها بركنهم على جنب، وبعد كده باقي لفة الجلاش بلفها في الفوطة واحطها كده جنبي عشان ما تنشفش مننا. بجيب الصينية اللي هستخدمها وبدهنها دهنة كويسة حلوة من السمنة او الزبدة، من الجوانب كمان، عشان نضمن ان الجلاش ياخد لون حلو من تحت. باخد عندي بقى ورقتين الجلاش، بدخل نص الورق في الصينية من جوه والباقي بطلعه لبره. والطريقة دي حلوة جدا عشان ما نهدرش في الجلاش وما نقطعش منها كتير، وكمان ما تبقاش كده مكلكعة من الجوانب. كل ورقتين بحطها بدهنها كده دهنة خفيفة من السمنة او اي مادة دهنية سواء زبدة او زيت. وبعد كده بحط ورقتين كمان من الناحية التانية، بحيث يبقى عندي كده من الجهة اليمين والشمال في ورق جلاش طالع من بره. وببدأ اعمل كده بالتبادل لحد لما بخلص الكمية اللي عندي كلها. بعد كده بجيب ورقتين بطبقهم على بعض وبحطها كده في الأرضية من النص، بحيث تكون دي القاعدة اللي هتشيل الحشوة بتاعتنا، سواء لحمة مفرومة أو ميكس من الجبن زي ما انتوا حابين. هنجيب العصاجة عندنا بعد ما برد شوية، نبدأ ننزل الكمية بتاعتنا كلها، وممكن كمان نضيف عليها شوية من الفلفل الألوان أو جزر مبشور أو أي نوع خضار انتوا بتحبوه، أو حتى جبنة موتزاريلا أو ميكس جبن. أفرد الحشوة بتاعتنا بالتساوي، وبعد كده نبدأ ناخد أطراف الجلاش اللي كانت محطوطة لبره، نبدأ نتنيها لجوه، وما بين كل ورقة والتانية دهنة خفيفة كده أو توريقة خفيفة من السمنة، بحيث تطلع معانا كده مورقة مش معجنة ولا ملزقة مع بعض. ببدأ برضو بالتبادل، مرة من الناحية دي ومرة من الناحية دي مع الدهن من السمنة، لحد لما بخلص كمية الجلاش كلها بلاقيها كلها كده اتطبقت على بعض من غير ما نهدر منها، ولا تبقى فيها كده حتت مكلكعة من جوه وما تستويش كويس. ادهنها دهنة اخيرة كده من السمنة من على الوش، وبعد كده بالسكينة ابدأ اقطعها للحجم اللي انا عايزاه. انا قطعتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده بالطول، وبعد كده بالعرض قسمتها لتلاتة. في الوقت ده انا بسخن الفرن كويس جدا، درجة حرارة 200 220 رف اوسط لمدة 10 دقايق لحد لما تتشمع. جهزت عندي بقى خليط اللي هسقي بيه، كوباية من الحليب عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من مرقة الدجاج الفورية. ممكن تستخدموا ميكس ما بين الحليب والمية زي ما انتوا حابين. انا ما بستخدمش البيض لان ريحته بتبقى ظاهرة شوية، فجربت كده ان انا استخدم الحليب لوحده، بيدينا برضو نتيجة حلوة جدا وبيدينا لون للجلاش تحفة زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. اسقيها كويس وادخلها الفرن تاني رف الاوسط لحد لما الجلاش يبدأ ياخد لون من تحت ومن فوق مع المتابعة. لو ما اخدتش لون من فوق ممكن نشغل عليها الشواية
زي ما انتم شايفين اخده لون حلو جدا من غير ما نضيف بيض ولا اي حاجه. في تركه انا بحب اعملها بتفرق جدا في طعمها، ان انا بدوب كده عندي معلقتين كبار من القشطه مع ربع كوبايه من الحليب وبسقيها تاني بعد ما بتطلع من الفرن وهي سخنه. بتفرق جدا، بتديها طراوه ودسامه وطعم غني جدا. انا بغطيها بفويل وبسيبها على جنب عشان بحب الجلاش يكون طري شويه. لو انتوا حابينه كريسبي بتسيبوها كده من غير ما تغطوها باي حاجه. بنسيبها تهدى شوية وبعد كده بنقدمها وبتطلع معانا اخدة اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى فيها كده سنة قرمشة خفيفة وفي نفس الوقت بتبقى طرية جدا عاملة زي الفطيرة بالظبط. وكمان ميكس التوابل اللي حطيناها في اللحمة مدينا طعم حلو جدا، مع التركة اللي قلتلكوا عليها ان احنا نسقي الجلاش في الاخر بشوية حليب بالقشطة. حلوة جدا، جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.